رشدي. وهنا الإعادة للهدف الجميل الذي أحرزه اللاعب مقدمة وحيدة ماردكيان الذي حتى هذه اللحظة هو عاثر الحظ والتسديد. جول! هدف التعديل يأتي عن طريق الغاني كاسو، ويعيد نادي الاتحاد مرة أخرى إلى المباراة وسط فرحة هذا الرجل الشيخ زكريا الغساني رئيس نادي الاتحاد. إذن الغاني كاسو سجل أول أهدافه في دوري عمان تل المحترفين. لاحظ الإعادة، محمد عاشور لعب الكرة ثم بعد ذلك العرضية التي أتت من اللاعب رقم 15 واللي هو الشيخ ديانج، وبعد من الإصابة. وهنا ماردكيان في محاولة، وهذه خطيرة وهذه خطيرة. ركلة جزاء، ل4 أهداف من ركلة جزاء ولم يضع أي ركلة جزاء. والآن ماردكيان سيسددها بطريقة قوية، وماردكيان ماردكيان يسجل أخيرا لنادي صحار لترفع بذلك اللوحات ويتلقى التحية. ماردكيان سدد الكرة بطريقة ضعيفة على غير العادة ولكنه سجل هدف التقدم، وماردكيان أعلن الهدف الثاني لنادي صحار. ولاحظ التسديدة وكاد أن يتصل